اللايفات بتاعتها طويله وممله وملهاش لازمه. زيزو وهو لسه ما تمش السنتين فتح دماغ واحد. قلت لها لا انا مش هنزل من البيت، انا بعمل لها باي باي عشان انا حاسه ان انا مش هشوفها تاني. لا يا رب ان شاء الله خير، والله البيبي ما فيهوش حاجه. بابا طلع ساكن في نفس الشارع اللي ماما قالت ان انا حاسه ان انا هسكن في الشارع ده. يا صباح الفل والهنا والحلويات. وحشتوني والله، وحشتوني اكتر حاجه في الدنيا، وبجد شكرا جدا على تفاعلكم مع اخر فيديوهين في القناه، وده للامانه اللي شجعني جدا جدا ان انا لازم ارجع احب اليوتيوب تاني. لا اليوتيوب كده بقى فيه حس، بقى فيه حركه. حلقه النهارده بقى هيكون فيها شويه رغي عن قانون الجذب. قعدت كده افتكر يا منى، انتي شفتي ناس قدامك قالت ايه، طلعت ايه من بقها، توقعت ايه، تنبأت ايه، والحاجه دي حصلت بالملي. بصوا همشط الاول حواجبي بالواكس دي بتاعه شمس، انا خلاص بقيت معتمداها. شفتوا اللي زيزو عمله؟ زيزو وهو لسه ما تمش السنتين فتح دماغ واحد. زيزو بقاله شويه كده بيطلع البلكونه وبيبدا يرمي حاجات. احنا في المرحله دي دلوقتي كده كده، انا يعني ما بطلعش زيزو اصلا البلكونه خالص الا معايا وانا بنشر. زيزو اخد لعبه كده عندي، مش عايزه اقول لكم اللعبه دي عندي من وانا عندي 10 سنين. فاكرين اللعب بتاعت ماكدونالدز اللي كانت ايام التسعينات، اللي هي كانت بتنزل اصلا من ديزني؟ انا كنت بقى محافظه عليهم تراث. زيزو مسك قرد كده، كان القرد اللي هو الغوريلا بتاعت طرزان دي، وراح رميها من البلكونه، وقعت على دماغ واحد شغال في المطعم اللي تحتنا. انا اصلا في ال15، وهي كلها على بعضها لعبه بلاستيك قرد. يعني تخيلوا زيزو لسه بقى ما طلعش من البيضه وعمال يعمل لي في مصايب. عايزه بقى اسالكوا سؤال، فاهمه يعني ايه قانون الجذب؟ مثلا يعني انا قعدت اتنبأ لنفسي واقول انا هبقى مليونيره. عايزه اقولك ان الكون كله هيتحد معايا عشان يخليني ناجحه في شغلي وهبقى مليونيره. انا بقولك يعني مليونيره كده مجازا، بس انا اقصد ان انتي لما تقولي انا هيحصل لي كذا، سواء هيحصل لي كذا وحش يبقى هيحصل لك الوحش ده. بصوا انا عندي من شي جلام الستيك ده. الستيك ده عباره عن حاجه كريمي، يعني منتج كده ستيك كريمي بالوان. انتي بقى استخدميه مكان ما تستخدميه. هو بينفع اكتر حاجه بصراحه في الرسم على الوش اصلا، فانا هحطه كبيز على جفني المتحرك بس كله، عشان عايزه اعمل سموكي ازرق. عارفين مين قدامي اكتر حد فعلا طبق نظريه الجذب؟ محمد رمضان. محمد رمضان من كام سنه دايما يقول على نفسه انا نمبر 1، انا نمبر 1، مع انه هو ساعتها ما كانش ولا نمبر 1 ولا كان حد يعني بيحبه في الوقت ده، وكان لسه صغنون خالص وبياخد اصلا ادوار صغيره قوي. وحظه كده ان هو فعلا عمل فيلمين، كان قلب الاسد وحاجه كمان، ونجحوا. فهو بدأ يقول لنفسه انا نمبر 1، انا مش عارفه هبقى الاعلى ايرادات. تنكروا ان ده اتحقق؟ افلامه بتعمل اعلى ايرادات، المسلسلات بتاعته بتطلع ترندز. فده فعلا انا بالنسبه لي بيجسد جدا جدا قانون الجذب. شايفين الباليت دي بتاعت روبي روز؟ بصوا الالوان بتاعتها. الباليت دي فيها الوان انا بدور عليها كتير بصراحه، اهمهم الاخضرات والازرقات دول، يعني الجزئيه دي خطيره في الباليت. فانا عايزه اخد اللون الكحلي ده او البترولي ده. بعد ما انا خلصت ثانويه عامه وخلاص يعني قدمت في الجامعه، والمفروض ان انا ده رمضان اللي هو قبل ما انا ادخل الجامعه على طول. اخويا كان صغير بس لقيناه فجاه بيقول لنا انا نفسي اتفرج على حادثه فيها عربيه بتخش ما بين عربيتين زي الساندوتش كده. احنا ساعتها قلنا له ليه كده بس، اعوذ بالله يعني. وخلاص يعني ما حدش اصلا فكر في الكلمه اللي هو قالها دي ولا ركز فيها، لانها طالعه من طفل يعني، فعادي ما حدش اتكلم. بعدها ب4 ايام كنا معزومين على الفطار عند اهلي. والله العظيم عايزه اقول لكم يا جماعه، انا بابايا بيهدي العربيه علشان كان في لجنه قدامنا بنهدي، يعني حتى احنا مش بنجري ولا اي حاجه. احنا فجاه لقينا العربيه بتمشي لوحدها.
يعني الطبيعي العربيات كلها مهديه، لقينا العربيه بتاعتنا بتتزق لوحدها، وفجاه بدون اي مقدمات احنا سمعنا دش. انا قاعده ورا، كل اللي شايفاه قدامي في الازاز بتاع ماما وبابا ان الازاز بقى، عارفين لما الازاز بتاع العربيه يسرطن كده، يبقى كله مكسور بس في مكانه. هو ده اللي حصل. بابايا اللي نزل عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حد حصل له حاجه؟ حد حصل له حاجه؟ انتوا كويسين؟ قلنا له اه. والله ما كنا نعرف احنا حصل فينا ايه. بعد ما نزلنا من العربيه فهمنا احنا اتعمل فينا ايه. وقت اللجنه ده العربيات كلها بتهدي تقريبا، بقى الاتوبيس اللي ورانا زق العربيه بتاعتنا لقدام، راح ملبس العربيه بتاعتنا في الاتوبيس اللي قدامنا. وبعد ما نزلنا نتفاجئ ان العربيه عباره عن الهيكل بس اللي احنا كنا فيه، لا فيها شنطه ولا فيها كبوت، احنا كده. بصوا بقى، هاخد اللون الشمري التحفه ده يا ربي وهحطه فوقيه. خلاص انا دخلت الجامعه، انا لسه في اول ترم في الجامعه، واتفاجئ ان انا في حاجه في ظهري بتوجعني، انا مش بعرف اقعد. تعدي كذا يوم الموضوع بيزيد، انا مش بعرف اقعد، انا متوجعه. لقيت ماما بتقولي منى قومي البسي يلا علشان هنروح للمستشفى ونشوف ايه اللي عندك ده. يومها قلت لماما لا، اول مره اقول لماما لا. قلت لها لا، انا مش هنزل من البيت، انا لو نزلت من البيت معاكي دلوقتي هرجع مش زي ما نزلت، انا مش عايزه انزل. طب يا منى يهديكي يرضيكي، من هنا لهنا لهنا انا وافقت انزل. وكانت الصدمه اول ما سمعت من الدكتور انه ده خراج عصعصي، وان انا المفروض افتحه دلوقتي لانه خلاص بقى في مرحله مش كويسه ولازم عمليه، لازم جراحه. وهامله بس الفراغات بتاعه حاجبي بالقلم ده بتاع شيجلام، انا بجيب منه دايما درجه مثلا اسبريسو ولا حاجه. جريت وسبت ماما في العياده، مشيت جريت. انا بقى طالعه من العياده اللي نازل عليا الراجل ده غلطان، والله الدكتور ده مش بيفهم. ماما قالت لي طيب بالراحه، تعالي نروح لدكتور تاني قريب قوي قوي من بيتي. هستخدم الفاونديشن ده بتاع روبي روز اللي هو درجته رقم 2. الفاونديشن ده اسمه سوفت مات، وهدمجه بالبرش دي بتاعت براشيا اسره. انا بقى نزلت من باب العياده لحد الدكتور التاني انا بعيط. دخلت بقى للدكتور التاني نفس الكلام، هعمل بقى الكونتور بتاع وشي بالباليت دي من عند روز باري. وبرغم ان انا مش شايفه ان انا فولت على نفسي ولا حاجه، ما هي كانت حاجه محتمله، هعمل ايه يعني، هي كانت حاجه محتمله وهتتعمل. بس انا برضو فضلت فاكره ان انا ليه قلت ان انا مش هرجع زي ما نزلت، ويمكن اكون انا اللي جذبت لنفسي المرض، او انا اللي جذبت لنفسي العمليه دي. كونسيلر جوسي بيوتي الدرجه دي رقم 3. حاجه مثلا تانية برضو مش ناسياها، وانا في تانية ثانوي مثلا، جدتي تعبت، وكانت اول مره تتعب جدتي بالشكل ده. تيتا في لحظه كده واحنا قاعدين جات لها غيبوبه وطلبوا لها الاسعاف، وكانت اول مره تيتا نطلب لها اسعاف، او يعني اول مره الموضوع ياخد المنحنى ده ان احنا نروح مستشفى. يعني انا واقفه في البلكونه ببص على تيتا وهي نازله في العربيه، عملت لها باي باي وقلت للي حواليا انا بعمل لها باي باي عشان انا حاسه ان انا مش هشوفها تاني. تيتا فعلا ما شفتهاش تاني، شفتها بس ما كانتش جدتي. يعني تيتا لما رجعت من المستشفى كانت تقريبا، مش هقول لكم في غيبوبه، بس كانت قعدت كده في البيت 6 شهور. ال6 شهور دول هي مش فاكرانا فيهم، وبعدين اتوفت قبل الامتحانات بتاعتي بتاعت ثانويه عامه. عايزه كمان افكركم بحاجه تانية، ان انا جدتي وهي خلاص بتموت بدات ما تعرفناش زي ما قلت لكم، ومش فاكرانا قوي. عايزه احط دلوقتي اكتر ميكس لونين انا بعشقهم مع بعض من عند شيجلام، اللي هما البلاش الكريمي درجه بيرث داي سوت اللي هي على اورنج. يا ربي احلى درجه بلاشر كريمي في الدنيا، ولاف كيك. الاتنين دول مع بعض عرايس. بس لقينا تيتا بتقول لماما ايوه انتي ولادك المهندسين
ولادة مين مهندسين يا تيتا؟ انا كنت علمي علوم اصلا، واخويا كان في اعدادي. انا بلا يعني من غير اي تخطيط بساغ والله العظيم بجد كده اللي حصل ان الدنيا اتشقلبت بيا، حياتي اتشقلبت. رحت حضرت مع مدرس رياضة 2 اللي هي ماستو، وقلت له انا لحد دلوقتي متسجلة في المدرسة ان انا علمي علوم، انا جاية اتفرج، وانا دلوقتي مهندسة زي ما تيتا قالت. هثبت وشي كله باللوس باودر الترانسلوسنت اللي هي رقم 1 من عند مريم فؤاد. انا برضو وانا في مثلا فين في رابعه جامعه كده، جات في ماده كان الجريد بتاعي فيها ما كانش احسن حاجه، فجاه الدكتور بتاعي قال لي منى انت احسن لك تسحبيها. اسحبها يعني انا اكني ما خدتهاش، لان انا لو مثلا جبت فيها جريد مش حلو او بتاع ده هيوقع الجي بي اي بتاعي. الماده اللي انا كنت المفروض ان انا اسحبها دي بتنزل ترم، نزلت وانا بفكر كتير جدا اللي هو طب انا فعلا هسحبها، يعني انا هنزل ترم فعلا عن دفعتي. القرار ما كانش سهل، وقلت يا منى ليه بتاخدي الموضوع بسلبيه؟ ما تفكري، ما يمكن فعلا ده يبقى الخير ليكي. انا لقيت دعم كبير من بابا وماما للامانه يعني، وده اللي قواني ان انا اخد القرار ده، وان خلاص تمام يا جماعه انا هسحبها وربنا يسهل. برونزر بقى لوشي حلو كده من عند جوسي بيوتي اللي انا اصلا ماسكه فيه من ساعه ما جبته، الدرجه اللي معايا رقم 2. انا عايزه اقول لكم ان انا ريسك اللي انا خدته كان في محله. انا جبت في الماده دي جريد، هي اصلا ماده رخمه يعني، انا جبت بي بلس باين. وعايزه اقول لكم كان يا جماعه مشروع تخرجي كان تحفه، وكان على كيفي. اتشهرت قوي بمشروع تخرجي، حبيت دفعتي اكتر بكتير من دفعتي الاصليه، وانا قلت انا يعني الموضوع ده هيجي عليا بالايجاب. انا ما اتشائمتش خالص، وعشان انا ما اتشائمتش فعلا كانت كل حاجه ماشيه بتخطيطي وعلى كيفي. بقالي كتير جدا ما استخدمتش البلاشر بتاع فاتين ده، بس ما استخدمتوش قدامكم على الكاميرا، بس انا بستخدمه في حياتي عادي. بحب جدا الميكس الالوان ما بين مثلا الاورنج ده مثلا، او الاورنج ده مع مثلا البينك ده، برضو نفس ميكس الالوان اللي انا بحبها. في واحده انا كنت بشتغل معاها، البنت دي كانت عندها مشاكل في الخلفه، اتجوزت 2 وما كانتش بتخلف، وقالت انا خلاص ان شاء الله هروح وهعمل حقن مجهري. الهايلايتر اللي انا برضو ماسكه فيه من ساعه ما اشتريته ده بتاع جوسي بيوتي، انا الهايلايتر ده بموت فيه. لا استنوا بقى اكمل لكم القصه دي عشان بجد بحبها. فجت الكورونا، لا على البال ولا على الخاطر. الكورونا قامت والبنت كانت المفروض تعمل حقن مجهري. الكورونا لما قامت خسرت ناس كتير فلوس. بصوا الهايلايتر. الكورونا لما جت ناس كتير جدا خسرت فلوس، واللي بقى معاه شغل او مستني شغل بقى الموضوع ريسكي جدا، وممكن الشغل ده ما يكملش، او شحنت لناس ضاعت وبتاع اسره يعني. المهم ان البنت دي قالت انا كده مضطره ان انا ااجل الخطوه دي شويه، طبيعي يعني. والله يا بنات انا لقيت نفسي بقول لها بقولك ايه، لا تعملي ولا تاجلي ولا بتاع، انت هتحملي اخر السنه دي من غير اي حاجه. انا متجوزه شهر 11 نص 11 2020. البنت دي جت حضرت فرحي بعد ولادة ابنها بشهر، كنت انا اول واحدة عارفة، وانا كمان حسيت اني مبروكة، كنت مبسوطة اتفلقت من العياط. بحب اشوف كده ربنا هو بيكبر بخاطر الناس. بدور على الكحل الازرق بتاعي مش لاقياه، انا جايبة كحل ازرق حلو اهو على رأي زيزو هي اهو. الكحل التركواز التحفة ده من عند كريستينا او كريستين، هو ووتر بروف، انا جايباه من عند شمس جوسي بيوتي. ده غير بقى ان انا واحمد لما سيبنا بعض انا كنت طول الوقت مش شايفه نفسي مع حد غيره، ومش شايفه ان انا هعرف اتعامل اصلا، يعني انا مش حد اللي هو بيعرف يموف اون بسرعه. فانا كنت تقريبا طول ما احنا سايبين بعض
انا قلت انا هشوف حياتي، هشتغل وهكبر نفسي وهعمل، بس انا هتجوز احمد في الاخر. وزي ما انا كنت عايزه كل حاجه اتعملت. الماسكارا دي من بوبا اسمها فامب اكسبلوسيف لاشز، تعالوا نستخدمها. اول بقى ما بدات ان انا اشتغل، فكان بقى في جروب مش هقول اسمه يعني، الجروب ده برضو كان مشهور زي دندشه وزي ويفرس وزي الجروبس الكبيره اللي زي دي، اللي هو انا لو عايزه اعمل لنفسي قاعده جماهيريه كويسه اطلع لايف فيهم. فانا طلعت لايف في الجروب ده، وبعدين وانا في الجروب ده وطلع لايف اتفاجئ ان انا بيتقفل عليا اللايف بتاعي واللايف بالكامل بيتمسح. بما ان احنا عاملين توركواز وازرق وبتاع، يبقى ده وقت الجليتر السايل ده من عند روبي روز، صح؟ روبي روز ده اسمه شاين. ايه ده لسه ما فتحتوش؟ لا انا هفتحه. بحب افتح الحاجات وبحب اقعد اعمل كده وارمي ورق بحب الطاقه دي. انت درجتك رقم 6. بصوا الزرقان بتاعه ازاي تحفه. عايزه احطه مثلا هنا كده عند المدمع ولا حاجه. جيت اكتشفت ان واحده من الادمنز بتاعه الجروب ده مش شالت الاكونت اللي انا طالعه منه، لا دي شالت كمان اكونت التاني. ايه مالك؟ بصوا اللون تحفه اهو، تحفه. كلمت بنت من برضو اللي شغالين في الجروب ده وسالتها، فساعتها عملت لي سكرين شوت لرد البنت اللي عملت لي اللي شالتني وعملت لي بلوك دي، وهي بتقول اللايفات بتاعتها طويله وممله وملهاش لازمه. والله قلت لنفسي طب تصدقي وتؤمني بايه؟ انا في يوم من الايام هبقى واحده من الادمنز بتوع الجروب ده. اللي حصل ان في خلال 2 سنين انا فعليا كنت خلاص اتشهرت جدا، وكمان الستاف بتاع الادمنز ده كله اتغير بقى مكانهم ناس تانية خالص. الناس الجديدة دي كلهم كانوا صحابي، وانا ببساطة شديدة لو كنت قلت لأي واحدة فيهم ان انا عايزة اكون ادمن معاكم مكانش هيبقى في اي اعتراض خالص يعني. واللي حصل ان انا قابلت البنت دي قريب وواقفة في فرح، ولقيت بنت طالعة بتجري عليا، بنت شكلها سنها صغير اصغر مني اصلا، بتجري عليا وبتقول لي مينو ازيك مش عارفه ايه، على اساس ان انا عارفاها. انا ما كنتش عارفه شكلها، انا عارفه اسمها بس. فانا وقفت معاها وبتاع وبقول لها لا والنبي فكريني انت مين وكده. قالت لي انا فلانه الفلانيه. ما قلتلهاش حاجه طبعا، اتعاملت معاها عادي بمنتهى الذوق وكده. كانت من احلى لحظات الانتصار الرهيبه اللي انا مريت بيها في حياتي. قد ايه الرموش بتغير من البني ادم. الرمش ده من اكتر الرموش اللي انا حباها جدا في الكولكشن بتاعت وعد. دي صاحبه الجروب بتاع يلا شوبينج، لو انت قديمه معايا هتعرفي ان يلا شوبينج ده جروب ميك اب اوريجينال، انا اتعاملت معاه سنين، وده كان رمش من الرموش اللي بعتتها لي من عندهم. واحده صاحبتي كانت حامل وهي سنها كبير شويه، يعني كانت معديه ال40. اما عرفت ان هي حامل، عرفت انه من التحاليل بتاعه البيبي بتاعها في الوقت ده ان هو بعد الشر يعني هيتولد تعبان او هيتولد يعني في مشكله. كانوش مصدقين وقالوا طيب احنا هنعمل اللي علينا وهنبعت التحاليل بتاعه البيبي ده بره في امريكا، وكانت النتيجه بتاعه التحاليل دي هتطلع بعد 2 أسبوع بالظبط. انا سمعت الكلام واللي نزل عليا بقيت اقول لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، ان شاء الله خير، والله البيبي ما فيهوش حاجه، النبي ما حدش يتشائم، والنبي والله هتشوفوا، طب احنا هنذبح حاجه، طب احنا هنطلع حاجه لله، طب احنا مش عارفه ايه، والله البيبي كويس. جت التحاليل بعد 2 أسبوع، البيبي زي الفل ما فيهوش اي مشكله والحمد لله عدت. حاجه بقى قديمه قوي تعمل لها بتاع 35 سنه كده. ماما وهي كده معديه من شارع لاجيتيه يعني عادي، كانت بتتفسح تتمشى، وقفت قدام شارع وقالت انا حاسه ان انا هتجوز في الشارع ده. هي قالت كده
بابايا بقى شاف ماما في الجامعه، راح رايح متقدم لها على طول. بابا طلع ساكن في نفس الشارع اللي ماما قالت ان انا حاسه ان انا هسكن في الشارع ده. عايزه اقول لكم بقى ان اصلا غير قانون الجذب، انت ربنا بيقول لك انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. انا هقول انا المحنه اللي انا فيها دي انا همر منها، مش هيحصل لي اي حاجه، وانتي من جواكي فعلا مصدقه في ربنا ان هو فعلا هيطلعك من المشكله دي، والله هتطلعي منها. انتي اللي بينطق بيه لسانك هيحصل. فيا ريت ان انتي ما تطلعيش من لسانك حاجه ملهاش لازمه. انا هموت قريب، انا حاسه ان انا هتعب، انا حاسه ان انا هيجيلي كذا. ما تفوتوش على نفسكم، مش حلو ابدا. ربنا يحميكم. انا انبسطت جدا من الرغي، انا لما برغي معاكم بفك كده، يعني بفك جدا جدا وتبقى طاقتي حلوه. فيا رب كمان اكون وصلت لكم الطاقه الحلوه دي النهارده. وبس كده، انا مضطره اقوم بقى علشان انا خلاص تعبت خلاص مش قادره اقعد صراحه. بس والله بحبكم اكتر حاجه في الدنيا. لو الفيديو عجبك ما تنسيش طبعا اللايك والشير الكتير. بس كده،